نتابع قراءتنا للرسالة إلى العبرانيين، فهي رسالة كهنوتية بامتياز تجعل أمامنا يسوع المسيح الكاهن الأوحد الذي بعده ما من كاهن. نعم، وإن كنا كهنة فنحن نشارك في الكهنوت الواحد، كهنة يسوع المسيح، كهنوت يسوع المسيح. كما نحن أبناء مع الابن الوحيد، كما نحن ورثة مع الوارث الوحيد، كذلك نحن كهنة مع الكاهن الوحيد، الكاهن الأوحد. أما تأملنا اليوم فعنوانه قائدنا المسيح، قائدنا المسيح. نعم، نحن لا نرضى أن نسير وراء أحد في هذا العالم. وبولس الرسول ذاك الذي جاب البلاد يحمل الإنجيل قال لنا: اقتدوا بي. فكيف نقتدي بإنسان من الناس؟ هذا مستحيل. ولكن بولس أرفق كلامه حالا: اقتدوا بي كما أقتدي أنا بالمسيح. أنا لا أمشي وراء بولس ولا وراء بطرس ولا أحد من رؤساء هذا العالم الدينيين والمدنيين. أنا أمشي وراء يسوع المسيح. وإذا كان قديس من القديسين عاش الصلاة مثل مارشاربل مثلا، أنا أتعلم معه الصلاة. ولكن المعلم الأوحد يبقى يسوع المسيح، وهو الذي قال لنا: لا تدعوا لكم أحد معلما، معلمكم واحد وقائدنا واحد نسير وراه. كل الذين ساروا وراء القوات على مدى التاريخ كيف انتهت حياتهم؟ في الموت. نتذكر إذا شئنا هانيبال الزاحف من قرطاجة في أفريقيا الشمالية إلى إيطاليا، أين انتهى؟ في الموت. نتذكر اسكندر المقدوني مضى يموت في بابل وهو ابن 33 سنة. ونتذكر قوادنا في هذه الأيام: ماو تسي تونغ في الصين، ستالين ترك وراءه 20 مليون من القتلى، ما عدا الذين غابوا في ثلوج سيبيريا. وهتلر الذي سمي القائد الفهرر بالألماني، إلى أين قاد بلاده؟ إلى الدمار، إلى الخراب. وترك في حرب أصلها 60 مليون قتيل. هؤلاء هم القوات في العالم، سواء كانوا كبارا أو صغارا، في عالمنا أو في عالم أوسع. كل قائد بشري يريد الناس أن يدافعوا عنه، أن يركعوا قدامه، أن يعبدوه، أن يسجدوا له. ونسير وراء مثل هؤلاء القواد مثل الغنم كما يقال للذبح. أما قائدنا يسوع المسيح فهو لا يضحي بنا من أجل حياته، بل يضحي بحياته من أجلنا. هكذا أحب الله العالم، قال الله الآب، وقال يسوع عن نفسه: ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، لا أن يبذل أحباءه من أجل نفسه. ذاك هو قائدنا الذي لا يمكن أن يخوننا، الذي لا يمكن أن يتركنا وحدنا.
هو الذي يبقى إلى النهاية حاضرا مستعدا للموت، للصلب، لكي نحن نبقى أحياء، نبقى في الحياة. هذا هو قائدنا يسوع المسيح. وهكذا يكون الكاهن. الكاهن هو الذي يستعد أن يكون ضحية مع يسوع المسيح الضحية، حين يقول في القداس: هذا هو جسدي، خذوا فكلوا. نعم، نحن نأكل جسد المسيح، ولكن يجب أن نأكل أيضا الكاهن. الكاهن، قال الأب شيفرييه، هو رجل مأكول، هو رجل في خدمة الجميع. هذا هو الكاهن. الكاهن لا يأكل الآخرين، لا يستفيد منهم، كما تحدث حزقيال النبي عن الرعاة. يشربون الحليب، يأكلون اللحم، يستفيدون من الصوف، ولكنهم لا يرعون القطيع، بل يرعون نفوسهم. لا، لم يكن يسوع كذلك، ولا يمكن للكاهن أن يكون كذلك. والويل له إن كان من هؤلاء الرعاة، هؤلاء الرعاة الأردياء الذين رذلهم الرب، طردهم وقال لهم: أنا أريد أن أرعى غنمي. ويسوع الراعي الصالح هو المثال لنا، يمشي أمام القطيع لا وراءه. إن كان من خطر، هو الذي يصاب أول ما يصاب بالخطر، لا يترك القطيع يصاب بالخطر، لا يترك القطيع يتبدد وهو يهرب، يختبئ، يخاف على نفسه. كلا، المسيح يموت عنا. هذا هي عظمة قائدنا. ما أعظم النعم التي ننالها من هذا القائد. نعم، قائدنا هو المسيح. ولكن البعض ما اكتفوا بالكلام عن قواد على الأرض، تحدثوا عن قواد في السماء. الملائكة هم أعظم من يسوع المسيح. وكيف يكون ذلك؟ الملاك كما يقال لم يلبس جسدا، والمسيح لبس جسدا، وبما أنه لبس جسدا صار أقل من الملائكة. ما هذا اللاهوت؟ وكيف نستر أن نقول في الطلبة عن مريم العذراء هي سلطانة الملائكة؟ إذا كانت مريم سلطانة الملائكة، فمن أين جاءها هذا السلطان إلا من ابنها الذي هو السلطان في السماء والأرض؟ به خلق كل شيء، ملائكة، رؤساء، سلاطين، هذه الدنيا والدنيا الآخرة، كل شيء خلق به، كل شيء خلق له. فكان يستر بعد ذلك أن نتحدث عن شخص يمشي أمام المسيح أو يكون موازيا للمسيح. كلا، المسيح وحده هو القائد، هو الذي به خلق كل شيء، هو الذي يدبر الكون، يدبر الكنيسة. فلماذا نبحث عن غيره؟ كم نحن مساكين. في هذا الإطار نقرأ أحبائي الرسالة العبرانيين الفصل 2 آية 5. إذن عبرانيين 2 آية 5 يقول: والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه،
فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه. يقول في عبرانيين 2:5: والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل. نعم، الملائكة هم خاضعون، شأنهم شأن كل الخلائق، هم يسجدون للإبل كما نسجد نحن أيضا للإبل. لهذا فالعالم يتوازى مع الملائكة، لأن العالم خلقه الله والملائكة خلقهم الله. وفي أي حال، سواء هذا العالم أو العالم المقبل، كل هذا هو في خدمة الرب يسوع. العالم المقبل الذي نتكلم عليه، سيأتي الكلام عن هذا العالم المقبل. فكهنوت المسيح على الأرض هو صورة عن كهنوته في السماء، فالكاهن هو المتشفع من أجلنا، ويسوع القائم من الموت والجالس عن يمين الآب ما زال يتشفع من أجلنا. نعم، لنا شفيع في السماء ولنا شفيع على الأرض، لنا كاهن في السماء ولنا كاهن على الأرض، يعرف ضعفنا ويسير معنا ويغفر خطايانا ويقوينا في دربنا. ويأتي البرهان من المزامير، المزمور 8: أيها الرب ربنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. وفي هذا المزمور نقرأ: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره. نعم، هذا الإنسان كما يقول المزمور الموجود في الخليقة، السماء، الأرض، البحار، الكواكب، النجوم، الشمس والقمر. إذا نظرنا بأعيننا هذا الإنسان لا يحسب شيء. ما هو بالنسبة إلى الشمس؟ إذا اقترب منها أحرقته. ما هو بالنسبة إلى البحار، هذه البحار التي تغرقه؟ ما هو بالنسبة إلى الجبال، إلى الوديان، إلى الأنهار؟ هو لا شيء. ويتساءل المزمور: كيف تذكر هذا الإنسان؟ ماذا يشكل بالنسبة إلى بقية الخلائق؟ في نظر البشر لا شيء، لا شيء أبدا. ويطرح سؤال ثاني: وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ آدم الذي هو صورة عن الإنسان، لا أول إنسان على الأرض. فخبر الكتاب المقدس عن آدم يعود بنا إلى 500 سنة قبل المسيح، يوم كانت البشرية 50 مليون. أما آدم فهو كل إنسان، وهو مأخوذ من التراب، سواء كان رجلا أو امرأة. فالكتاب يقول: وخلق الله الإنسان، يعني آدم، على صورته، رجلا وامرأة خلقه. نعم، آدم نصفه رجل ونصفه امرأة، وصورة الله نصفها رجل ونصفها امرأة. ولا تكتمل صورة آدم ولا صورة الإنسان إلا حين يجتمع الرجل والمرأة، فيكون الاثنان جسدا واحدا.
ما هو الإنسان حتى تذكره؟ يجب أن تنساه، هو شيء كلا شيء. ومن هو ابن آدم حتى تفتقده، تزوره، تترافق معه؟ في الجنة، الفصل الثاني من سفر التكوين، نرى الرب يتمشى في الجنة مع من يتمشى؟ هو يتمشى مع آدم. هل هو عظيم إلى هذه الدرجة حتى يمشي معه الله، حتى يتمشى معه الله؟ بيحرز كما نقول؟ نعم، لأنه لما جبله من تراب الأرض جبل معه كل الخليقة، ولكن ميزه، جعل في أنفه نسمة حياة، جعل له نفسا حية، وخصوصا أعطاه من روحه. لم يعد الإنسان ذلك المؤلف من اللحم والدم، من العظم والرأس واليدين والرجلين. صار الإنسان أعلى من الإنسان. وإذا كان الله يتذكره لأنه جعل فيه من روحه، وإذا كان الله يفتقده يزوره، فلأن هناك علاقة بينه وبين ذاك الإنسان. وماذا نقول عندما يكون ذاك الإنسان هو الكاهن؟ وماذا نقول عندما يكون هذا الإنسان هو ابن الله بالذات، الذي تجسد، أخذ جسدا وصار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الملائكة؟ صار شبيها لنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. هذا الإنسان نقصته حينا عن الملائكة، هكذا قال النص اليوناني في المزمور 8، ولكن النص العبري أقوى بكثير. نقصته قليلا عن الله. نعم، جعلت الإنسان قريبا منك يا الله. هذا هو الإنسان، جعلته كذلك وما تراجعت أبدا، جعلته قريبا منك. نعم، مع أنه خطئ ويستحق أن يقول فيه المزمور ما هو الإنسان. نعم، هذا الذي كان قريبا من الله صار في الخطيئة قريبا من الحيوان، ومع ذلك لم تندم يوما لأنك جعلته كذلك. وإذا كان الإنسان قريبا من الله، فماذا يكون ابن الله يسوع المسيح؟ وماذا يكون الكاهن؟ نتخيل الكاهن في القداس الإلهي يقول وهو يمسك الخبز: هذا هو جسدي. نعم، يتكلم باسم ابن الله ويقدم لنا جسد ابن الله، ويقول لنا هذا جسدي أنا الكاهن الفلاني. لا يقول خذوا كلوا هذا جسد يسوع المسيح، كلا. هو لا يقول خذوا اشربوا هذا دم يسوع المسيح، كلا. هذا هو جسدي، هذا هو دمي. أخذ الابن فم الكاهن وتكلم به، أخذ الابن جسد الكاهن فصار الجسدان جسدا واحدا. نقصته حينا عن الإله. لو كان الكاهن يعرف عظمته، كم هو رفيع، هو يحل محل الله،
حين غفر يسوع للمخلع خطيئته، حين شفاه من مرضه قال له مغفورة خطاياك. تعجب الكتبة والفريسيون، تشككوا، من الذي يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله؟ لا شك يسوع هو ابن الله، ولكن الكاهن يفعل ما فعله يسوع المسيح، يقول للمؤمن أنا أحلك من جميع خطاياك، أنا أغفر لك خطاياك، من أنت حتى تغفر؟ ويخبرنا القديس متى أن الناس تعجبوا حين رأوا الناس يغفرون الخطايا. نعم، أنا الإنسان، أنا الضعيف أغفر الخطايا، أنا الخاطئ أغفر الخطايا، لأن يسوع أخذ يدي، لأن يسوع أخذ فمي، أرادني أن أواصل عمله. صرت ناقصا قليلا عن الله. ويتابع النص وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدمي. نعم، قال القديس يوحنا ماري فياني الذي نعيده في هذه السنة الكهنوتية بعد 150 سنة على وفاته: إذا رأيت الملاك والكاهن أحيي الكاهن ثم أحيي الملاك. وهنا نفهم الإكرام الذي يحاط بالكاهن، فغير المسيح يسميه المحترم، من يستحق كل إكرام، لا بسبب شخصه، هو ضعيف، يمكن أن يكون مريض، يمكن أن لا يكون تعلم كثيرا، ولكنه محترم بما يمثل. والمؤمنون ماذا يقولون حين يرون كاهنا؟ المجد لله. نعم، أنت أيها الكاهن صرت شبيها بالله، صرت قريبا لله. هل أنت تمجد الله بحياتك، بكلامك، بتصرفاتك، أم أنت أخذت الاسم وبقيت على مستوى الاسم؟ صرت على مستوى الله. هل تعرف المجد الذي جعله الله عليك؟ وفي أي حال هذا المجد أساسا هو للابن، لابن الله. من أعلى السماء قال الآب: هذا هو ابني الحبيب رضيت عنه. وقال في التجلي: هذا هو ابني الحبيب اسمعوا له. ولا يمكن أن نسمع إلا لهذا الابن، ولا يمكن أن نسمع إلا للذي يتكلم بفمه الابن، إلا للذي يكون كلامه امتدادا لكلام الابن. وإن لم يكن الكاهن كذلك، يكون كما يقال في العهد القديم النبي الكاذب، يحسب حاله نبيا، يحسب حاله دخل في سر الله وهو لم يدخل أبدا، يحسب نفسه يتكلم باسم الله وهو يتكلم باسم نفسه. الويل لهذا النبي الكاذب، الويل للكاهن الذي لا يكون على مستوى نداء الرب، على مستوى من يمثل. المسيح قال لنا: تشبهوا بي، أنا وديع ومتواضع القلب، تشبهوا بي، أنا كنت خادمكم، تشبهوا بي، كنت عند أقدامكم أغسلها لكم،
تشبهوا بي حين صرت أمامكم، إذ حتى الموت والموت على الصليب. بارك يا رب كهنتنا ليعرفوا المثال الذي أمامهم، وليعرفوا خصوصا أن لا قائد لهم إلا أنت يا يسوع المسيح، لك المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.